اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج الضوء الكاشف. طبعا النهارده عندنا الاستاذ ايمن ضيف في استوديو عنده مشكله بيتكلم عليها، وخاصه مشكله الاهمال اللي مش عايزه تنتهي في امور كتيره جدا في مصر. فاحنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نتغلب على الامور ديت، ومع ذلك برضك مفيش فايده. الكل في دماغه الاهمال، والكل عايز الفلوس، والكل بيجري ورا الفلوس، ومش مهم عنده اعمار الناس ولا ارواح الناس ولا حياه لمن تنادي. تعالوا معانا نسمع الاستاذ ايمن مسعد الارضي ومشكلته مع الاطباء او مع الطبيب المعين اللي كان سبب في وفاه زوجته. فهنسمعه ونشوف هيقول ايه. ازيك يا استاذ ايمن؟ اهلا بك يا استاذ. ايه مشكله حضرتك بالظبط؟ عايزينك توصل للمسؤول وتوصل للمشاهد ايه المشكله وجات ازاي المشكله، ونعرف الخطا كان فين بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطا ان مفيش ضمير. الطب عندنا مفيش فيه ريحه الضمير. احنا مشينا مع دكتور بعد 11 سنه بعدم الانجاب، مشينا مع دكتور 11 سنه ونص، وربنا كرم على ايده. جت مراتي الحمد لله حملت وولدت. 5 يوم الولاده ما بقاش فيها حته سليمه، ما فيش فيها حته سليمه. والسبب ايه يعني؟ السبب ان الدكتور اهمل في الولاده، فجاء بعد كده بيقول ان هي كان عندها مرض اسمه الذئبه الحمراء. طبعا دي تحاليل في الشهر الرابع بتقول ان مراتي ولا عندها ذئبه ولا عندها اي حاجه، باسم مراتي معموله في معمل مختبر وباسم الدكتور. تمام. جاء بعد كده تعبت، حالة اتدهورت، ودتها كذا مستشفى، وبعدين راحت مستشفى الجامعه في المنصوره، عمل كذا عمليه، وبعد كده حصل وفاه. جت النيابه امرت بتشريح الجثه وبعد كده تدفن. بقى مشكلتي النهارده انا يعتبر بدعو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقني ان انا اعرف اخد حقي. الطب الشرعي في اهمال. يا زي ما انت هتاخد حقك لان انت بدول القانون، ما دام انت ماشي بمستنداتك وعارف يعني ايه قانون هتاخد حقك. نتمنى من الله ذلك. ماشي. وبعد كده ايه اللي وصل؟ يعني هي دلوقتي جت من فتره الولاده للمستشفى العام او مستشفى الجامعه؟ لمستشفى الجامعه. احنا رحنا كذا دكتور وبعد كده حولوها مستشفى الجامعه. جالها اللهم صل على النبي فشل كلوي، جالها جلطه على المخ ضيع النظر، جالها شلل نصفي كامل، شلت الرحم، جالها تضخم في جميع اعضاء جسمها. طبعا الدكتور بيقول ده حاجه اسمها ذئبه. ده مش ذئبه. هي اساسا دخلت الجامعه كانت بتعاني من تجمع دموي صديدي كبير ناتج عن الولاده. مش انا اللي قلت كده، اساتذه الجامعه هم اللي قالوا كده. الحاله دي عندها تجمع دموي صديدي كبير بمنطقه الحوض ناتج عن ولاده قيصريه. ده برضو ورق بيقول الكلام ده. طبعا المستندات اللي معانا يا جماعه ديت، طبعا المصور بتاعنا هيجيب المستندات ديت واحنا هنعرض الامور ديت. بس احنا يعني طبعا يعني حزنانين على اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في البلد. احنا كنا نتمنى ان انت خدت اللي انت عايزه، طب ليه ما تحافظش بقى؟ ليه ما تشتغلش بضمير؟ ليه ما تبصش للحاله اللي تحت منك دي كانها اختك او والدتك او مراتك او بنتك؟ طب وبعدين؟ طب ومقابل ايه؟ طب الراجل ده دي تتعوض ازاي؟ يعني الست اللي ماتت دي تتعوض ازاي؟ هل الفلوس تعوضها؟ مش هتعوضها. هل سجن الدكتور هيعوضها؟ برضه مش هيعوضها. فاحنا لو نشدنا هنناشد الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحه في الدقهليه، والدكتور احمد تاج الدين وزير الصحه. لازم الامور دي تبقى لها وقفه ولها حل، لان كده مش هتمشي الامور خالص. يعني واحد له حق ومراته تموت وبنته تموت وابنه يموت، طب والامتى؟ انت طبيب على دماغي وعلى راسي. زي ما بتطلب حقك لازم تبقى واعي وعندك وعي ودرايه في امور الحاله اللي تحت منك، وليك حق الرد، وحقك مكفول عندنا ان انت تيجي وترد وتقول اذا كنت انت صاحب حق او مدان. فاحنا معانا الفاصل وهنرجع. لو في اي تعليقات زي ما تقول اللي انت عايزه كله، وفي مسؤولين وفي قانون وحقك هيجي. انا دلوقتي بقدم استغاثه للسيد الدكتور رئيس الطب الشرعي بالقاهره. تمام. عندي الدكتوره فلانتي الفلانيه في القضيه 297 لسنه 2017 اداري بندر متغمر حرزت. يعني انت بتتهمها بتحريز اعضاء من جسم زوجتك وما كملتش. في جزء اختفى. اللي هو اللي متعلم عليه اللي هو جزء الرحم.
يعني الدكتوره خدت جزء من المخ، جزء من القلب، جزء من تحريز الرئه. بلاستيك اصفر معاهم بطاقتين بداخله، قطر مزينه الاول بالقلب، القلب كله، وجزء من الرئه، وجزء من الكبد، والثاني من اجزاء من الكليتين، وجزء من الرحم. تمام. وهم جم الحاجات دي تتحلل، ما لقوش. جم يحللوا هنا في القاهره. الدكتوره قعدت اكتر من 3 اشهر، يعني 100 يوم وشويه، وبعد كده بعتت القضيه كلها القاهره. في القاهره قال لك لم يستدل على اي انسجه من الرحم. فتح الحرز ما فيش انسجه من الرحم. فتح الحرز قطر من بلاستيك وغطاء، ديت اعضاء لجنه، ده دول 3 دكاتره. 3 دكاتره، دكتوره حنان حسني، دكتور محمود احمد، دكتور مصطفى محمود، مدير عام وحده البيولوجيا والطب الشرعي والمعمل الفني بوحده البيولوجيا. حضرتك الحرز نقص جزء الرحم، صلب القضيه. يعني هو المفروض ان هي بعتتها للاستشاري بتاع النساء والتوليد، جزء الرحم اختفى. طب اختفى ده راح فين؟ يعني مش بس اهمال، ده اهمال، وده هيطلق عليه اسم ايه يعني؟ يعني كون ان حاجه زي دي يعني دكتور يخبي حرز، طب ازاي؟ اتشال ازاي من الاكياس؟ واشمعنى ما تشالش القلب، ما تشالش الكبد، ما تشالش الكلى؟ طب اشمعنى الرحم اللي هو سبب المشكله اللي اتنزع من الاكياس دي؟ لا لا، كده بصراحه حرام حرام حرام. فتعالوا فاصل ونرجع، وان شاء الله موضوعك باذن الله هيتبت فيه، وخاصه ان انت معاك مستندات وقرائن على مشاكلك ديت. وبرضه اذا كان الدكتور اللي بيتهم بالقصص ديت عنده رد او عنده اي مستندات عايز يقدمها مفيش مانع، بس المهم حق الراجل ده ما يروحش، او حق الست اللي انتوا شايفينها ديت. شوف ست يعني بنت لسه عندها 30 سنه، ايه يعني اتجوزت امتى؟ يعني شوف شكلها عامل ازاي، سليمه، ولدت خلاص. طب ما لو يعرف كده ما كانتش ولدت خالص. فاصل ونعود. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما اتكلمنا في عده التقارير اللي قلنا عليها، وبعد ما قلنا المشاريع اللي كانت تهم الشباب وتمنينا انها تنفع الشباب فعلا، على اساس ان هم قالوا هنعمل لهم مشاريع تعين الشباب وتغني. نيجي نبص بقى المشكله الكبيره اللي هي اللي تزعل الناس كلها، زي مشكله الاستاذ ايمن اللي هو زوجته توفت. يعني اما تيجي انت مثلا بتقول المستشفيات العام وحشه، لا بالعكس، ده طلعت المستشفيات العام فيها احسن مصلحه دلوقتي عن المستشفيات الخاصه. الراجل جه عايز يعمل من مراته عمليه، مش معقوله ياخدها يروح المستشفى. لو راح المستشفى العام يا عم ده انت بخيل، ده انت ما بتصرفش، لا لا لا. طب انا خلاص رحت المستشفى خاصه، يا دكتور انا عايز عمليه لمراتي. مراته كانت ولدت قبل كده من 11 سنه، يعني ما فيش عقم ولا في حاجه. فعمل لها العمليه، ايه هتكلف كام؟ 6000 جنيه. قبل ما اوصل العمليات تكون الفلوس بعتها لي. دول الدكاتره بتوعنا. هو في عندنا دكاتره كويسين كتير جدا، بس في نوعيات منهم بتاثر على النوعيات اللي موجوده. ازاي؟ يعني لما دكتور يجي يعمل عمليه لزوجه الاستاذ ايمن، طبعا انا جيت اعمل العمليه، طب اديني الفلوس الاول، طب اتفضل. الراجل اداله المبلغ اللي طلبه 6000 جنيه. دخل العمليات، عمل العمليه، الست نزلت، مشيت بعد العمليه بساعات بسيطه. انا ما بتجناش على الدكتور ولا هذكر اسمه، بس هو عارف نفسه. فاحنا بعد العمليه ما اتعملت مشيت على رجليها 3-4 ايام، تعبت، نامت. طبعا جوزها خدها وجري للدكتور. ايه حل الدكتور؟ قال لك لا ده ما فيش فيها حاجه، بتتمرض. ينفع انت تقول على مريضه انت عندك بتتمرض؟ طب ازاي؟ خدها جوزها وقام طالع على مستشفى الجامعه، لا عندها كل الامراض. لا اله الا الله. طب ايه السبب؟ كتبوا تقرير في المستشفى ان سبب الحالات اللي عندها الكبد والكلى وفشل كلى وفي القلب وفي المخ، ايه كل ده مره واحده؟ قام الدكاتره كتبوا لها التقرير، قال لك ده سببه الولاده القيصريه اللي ولدتها الاخيره. طب انت تعالى دكتور، طب انت اقف جنب الحاله وشوفها عايزه ايه وساعدها، عشان خلاص بقى يعني انت طبيب. فالمهم بعد كده زي ما سمعتم من الراجل، قال لك لا ده اتحولت على الكشف الطبي والحاله خلاص بقت ميؤوس منها وتوفت. الحاله توفت.
والبقاء لله اللي توفت، وبنعزي الراجل. وبرضه بنرجع تاني نقول ايه، خدوا من المتوفيه الاعضاء اللي طلبوها الطب الشرعي، قال لك خدنا منها القطع من الكبد، وخدوا القلب والطحال وقطع من المخ، وخدوا الحاجات دي كلها، والرحم خدوا القطع دي كلها. ازاي تتركن 100 يوم، يعني 3 شهور و10 ايام. طب ازاي تتركن؟ يعني قضيه زي دي مش صغيره. انا خدت عينات، ده بشر، ديت عينات من انسانه، اخدها احللها واشوف الامور فيها ايه، وبعد كده ابقى اركنها ارميها اديها لصاحب الشأن. لكن اجي على بال ما يعدي فتره 3 شهور ابص الاقي العينات ناقصه عينه. القطه كلتها دي ولا راحت فين يعني؟ يعني عينه زي دي، طب اشمعنى الرحم اللي اختفى؟ واللجنه اللي قالت الكلام ده مش انا كل الكلام دوت بالمستندات اللي بتتكلم، وما ينفعش ان انا اتجنى على طبيب او اقول الكلام ده من غير مستندات. طب العينه اللي راحت ديت راحت فين يا دكتوره؟ العينه اللي راحت دي انت استلمتي 5 عينات، راحوا ازاي بقوا 4 عينات؟ واللجنه قالت لا ده هم موجود 4 بس، وانت ماضي على 5. يا جماعه احنا مش هنقعد نتكلم ونناقض بعض كتير، احنا عندنا امور عايزين نحلها. عايزين نحلها ازاي؟ لو انت كل واحد عامل ضميره في عمله، الامور والله هتبقى زي الفل وهتمشي البلد وهنتقدم. يعني عندنا مثل كبير وقدامنا كل شويه وكل لحظه نشوفه، رئيس الجمهوريه. شوف الراجل ده بيسعى ازاي وبيتعب ازاي وبيروح فين وبيعمل ايه وشايل هموم قد ايه. يبقى احنا دلوقتي لو كل واحد اتحرك واشتغل البلد هتتقدم. لكن هنقف محلك سر وكل واحد يرمي على التاني يقول لك انا ماليش دعوه، وده يرمي على ده وده يرمي على ده. طب وليه؟ يا جماعه كل واحد يتكاتف مع الرئيس بتاعه ومع المدير بتاعه ومع المسؤول الاعلى منه عشان الدنيا تمشي. لكن لو كل واحد قال انا ماليش دعوه وخد مرتبه ومشي، المرتب بتاعك مش حلال. والله العظيم المرتب اللي هتقبضه بدون عمل ما هو حلال وهتاكل ولادك منه. طب وليه؟ حرام عليك. عامل ضميرك عشان ولادك وعشان مستقبلك، وبعد كل ده كلنا هنموت. اي كرسي انت قاعد عليها تنزل من عليه وهتروح. طب وليه بقى الفتره اللي انت عايشها في الدنيا عامل ضميرك فيها؟ انا مش عايز اتقل عليكم اعزائي المشاهدين. نشكر حضراتكم لحسن متابعتكم لينا، وكل عام وحضراتكم طيبين، وان شاء الله لقاء جديد هنجيب لكم برضه الجديد، ونتمنى ان انتم تستمروا في مشاهدتكم لينا، وكل عام وحضراتكم طيبين. وانظروا للي احنا بنعمله، اكيد والله احنا بنسعى على ان احنا نحل مشاكل الناس لوجه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم طيبين.